السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شوية أخبار ومعلومات كده على السريع. طبعا نبدأ بالنادي الأهلي اللي هو مباراته الساعة 9 مساء. طبعا النادي الأهلي استعداد تام وكله مركز تمام. بس هو طبعا جمهور الأهلي خايف من حاجة واحدة بس، من كولر وتأليف كولر. مش خايف بقى من الملعب نجيل صناعي ودرجة حرارة ولا جمهور ولا، لا هو خايف من تأليف كولر. وطبعا كولر التشكيلة الأقرب ليه اللي هو بدأ بيها ماتش الذهاب اللي كان هنا في القاهرة، اللي هو محمد الشناوي قدامه رامي ربيعة وأشرف داري. في اليمين محمد هاني، في الشمال يحيى عطية الله، في نص الملعب أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، جيرد ريشار، بن شرقي، وسام. أتمنى ما يبدأش بوسام. وسام بقاله 3 4 شهور مش هو وسام. يبدأ بجريشار مكانه مهاجم، ويخلي حسين الشحات بيدافع كويس. وطبعا بقى في بره قفشه والسوليه ورضا والدبيس فان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في موريتانيا ان شاء الله، والصعود ان شاء الله لدور الثمانيه. كمان مصطفى محمد بيصدم النادي الاهلي ان هو مش راجع مصر، مش راجع. كمان محمد هاني، في محمد عبد المنعم في شك كده ومش عايز يرجع. فطبعا كل التوفيق للنادي الاهلي وللفرقه المصريه واللاعيبه المصريه المحترفه ان شاء الله. كمان فيه نادي الزمالك طبعا عنده ماتش بكره ان شاء الله الساعه 9 في استاد القاهره، والجمهور هيبقى ان شاء الله مالي الاستاد. ومع اسلام بوش بطل جنوب افريقيا. ماتش العوده، ماتش الذهاب كان خلص في طبعا في جنوب افريقيا 0-0. كل التوفيق لنادي الزمالك، واتمنى يكونوا مركزين، ما يكونوش موضوع زيزو مأثر عليهم، وبسيريو يقدر يطلعهم من الكلام ده، وهو يكون مركز هو التاني. لان زيزو اكيد كده الفرقه في واحد هنا وواحد هنا وما بيتدربوش اكيد يعني. بايظه بيناتهم، فربنا يستر. كمان عبد الله السعيد جاهز بنسبة 100%. وطبعا الزمالك بياخد شكوى من الاتحاد الافريقي عشان باتشيكو ووقف القيد. ممكن الزمالك يتعرض ليه تاني عشان باتشيكو نضاي، ابراهيم نضاي. يا ريت الاداره تتحرك، الاداره تشوف ايه. احنا كنا بنلعب على الاداره اللي فاتت، طلعت الاداره دي مش عارف لا بتجدد لحد ولا بتجيب حد حاجات كده. ربنا يسترها في نادي الزمالك. طبعا كمان بيراميدز هيلعب النهارده ان شاء الله الساعه 9. طبعا في اجواء نار، ربنا يستر. الجمهور المغربي وطبعا الملعب مش لاقيين الملعب يتدربوا عليه، وموضوع ال 300 جمهور، ال 300 مشجع اللي كانوا هنا. فالموضوع هيبقى مؤثر على ماتش بيراميدز، بس هم كانوا فايزين هنا بنتيجه كبيره. 4-1 نتيجه كبيره، بس مفيش حاجه مضمونه. كان المصري عنده ماتش بكره ان شاء الله في تنزانيا، وكان فايز 2-0، وان شاء الله نتيجه حلوه، وان شاء الله يقدر يصعد كمان. كمان في خبر مش كويس بتاع صالح جمعه لاعب النادي الاهلي السابق. صالح جمعه النهارده طلع حكم عليه بحبس شهر وغرامه 420 الف جنيه. طبعا صالح كل التوفيق ليه، وربنا يفك اسره ان شاء الله. كمان فيه طبعا دوري ابطال اوروبا الربع النهائي النهارده. متوشه ضرب نار كده بين مانشستر بين ارسنال وريال مدريد وانتر ميلان وبايرن ميونخ. ماتشات الربع النهائي. طبعا كنا نتمنى بقى صلاح يكون موجود ولا مرموش مع مانشستر. يلا حظ اوفر ان شاء الله. فطبعا دي كانت موضوع النهارده. كمان اتحاد الكره بيوافق لحسام حسن على إقامة بيوافق على حسام حسن مع معسكر المنتخب. وطبعا كان هيلعب مع الكاميرون. فطبعا حسام مش عايز تصنيف أول، عايز تصنيف تاني. فالماتش الأقرب ليه ماتش طبعا هيبقى جزر القمر تقريبا يعني. وكمان حسام غضبان بقى، بيقول لك انا ما معيش مرموش، لان مرموش هيبقى في كاس العالم مع مانشستر، ومحمد صلاح هيبقى في راحه. وكمان انتوا الاهلي بيفاوض محمد عبد المنعم ممكن يرجع. وكمان حمدي فتحي راجع، وتريزيجيه راجع.
بس هو في حاجة، لو زيزو فعلا راح الأهلي وكمل الاتنين أو 1.5% دول، زيزو وتريزيجيه مش هيعملوا مشاكل في أوضة اللبس. أي فريق هياخد تريزيجيه وأي فريق هياخد زيزو خسران. أي فريق سواء أهلي سواء زمالك، أي فريق هياخد زيزو خسران.